اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ودورة فراخ جديدة واشراقة جديدة ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده لا ده اللي هما بيشربوه ده تحصينة الاسبوع، وعملتها قبل كده على القناة بتاعتي مرتين او ثلاثة، وقلت لكم لازم 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 تحصينة الاسبوع. دي التحصينة دي انا جايباها ب120 جنيه، امبول اليونيو كاسل يعفينا ويعفيكم ربنا. ده ضد اليونيكاسل. ده انت بتجيبيها في عمر الاسبوع وبتحليها في، تشوفوا هما الفراخ بيشربوا كام لتر ميه. يعني لو بيشربوا معاكي 4 لتر ميه في اليوم في النهار، فبتعمليها في نصهم. يعني حسب الفراخ بتاعتك ما بتشرب قد ايه في كميه الميه، فبتعمليها في نصها. انا فكيتها في 5 لتر ميه وحليتها فيهم الانبول، وحطيت عليها على 5 لتر ميه حطيت عليهم حوالي كوبايه شوب لبن، وفكيت الانبول فيه. لو ترجعوا الفيديو اللي تحصينة الاسبوع ضد اليونيكاسل هتلاقيني عاملاها بالتفصيل. دي بتحميكي، انك بتحميكي من المرض، بتحميكي من اليونيكاسل، بتحميكي من اي امراض. لو انت عندك اي مرض بتمحيه باذن الله. هما النهارده عمرهم 6 ايام، يعني دي بتيجي التحصينة، دي بتيجي عند عمر ال6 ايام. زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كميه حجم الفراخ كويس، عفوا حجم الفراخ كويس. وانا معطشه حوالي 5 ساعات. لازم تعطشي قبلها بفتره كبيره عشان خاطر يشربوها كلها. دي الحويصلات الفرخه تتملى كلها بالميه، لازم تتملى كلها بميه التحصينه دي. والفرخ اللي ما يشربش تاخديه توديه على السقايه، لازم يشرب، لازم كل الفراخ تشرب. زي ما حضراتكم شايفين ان كل الفراخ متجمعه حوالين السقايات اهي بتشرب. واللي شرب وركن على جنب، يعني كل اللي واقف بعيد ده شرب. الحوصله بتاعته مليانه، شوف عاملين نفسهم ازاي، ملانين ميه ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده، فرخ مبلل نفسه وحصلته مليانه ميه. ده هو كده ملا الحوصله بتاعته ميه. لازم يملى حوصلته ميه، لازم يشرب كميه ميه كبيره من التحصينه دي. يا جماعه، لو بتستفيدوا من القناه وتستفيدوا من الفيديوهات بتاعتي، تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.